سلام، تحية ومحبة على كل ضيف منورنا. بلدنا التاريخ والحضارة، واللي ما شافش يحضرنا. وإذا كنا يوم قصرنا ظروف وفاتت وده قدرنا، فعنينا هنشيل ضيوفنا ولا يوم ظروف تغيرنا. الشعب المصري مضياف بطبعه، والجودة بالموجود. الكرم طبع فينا من قديم الأزل، والسياحة هي الضيافة وهي الكرم. لكن السياحة صناعة، يعني حرفة، يعني لازم يقوم بها محترفين. ووصول الضيافة والكرم هي الاحترافية في تقديمها. أما آن الأوان إننا نظهر الكرم المصري العفوي المتأصل فينا بمظهر حضاري علمي مدروس. أما آن الأوان إننا نحتفي بضيوفنا بأسلوب علمي متحرر ومتحضر. السياحة يا سادة مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي، أصيبت بوعكة، فهل نتركها في مهب الريح؟ لا والله لن نتركها. وللإعلام دور، وهنقوم بدورنا على أكمل وجه بإذن الله. هنفتش عن الإيجابيات، هنحط إيدينا على السلبيات، هنحدد المشاكل ونحط لها الحلول، وهنعترف بأخطائنا بكل شجاعة أدبية. مش الإعلام اللي هيعمل كل ده، لكن هندي العيش لخبازه. هنستضيف كبار رجالات السياحة، هنتحاور مع عمالقة الفندقة، هنتبادل الرؤى مع مسؤولي السياحة في الدولة، هنقتحم عليهم مقراتهم، شركاتهم السياحية، فنادقهم، مكاتبهم الحكومية، هنقتحم عقولهم، أفكارهم، تجاربهم وخبراتهم، هنستكتبهم روشتة العلاج، والله المستعان. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في أقوى برنامج سياحي متخصص. انتظرونا في برنامج ضيف الضيافة.